الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن صحتك في العيد، وبما إننا في عيد الفطر كل سنة وحضراتكم طيبين. فهنتكلم عن صحتك في عيد الفطر. آه، رمضان عدى بفضل الله وعدى علينا جميعا بالخير يا رب. وندعو ربنا كلنا إن يكون تقبل مننا وإن شاء الله واستجاب لدعواتنا جميعا، اللهم آمين. دلوقتي هنحتفل بعيد الفطر مع بعض. آه، في ناس بترجع لعيد الفطر بتاكل بشكل كبير وبشكل عشوائي وورا بعضه، كأننا بنعوض اللي احنا ما أكلناهوش في رمضان. بناكل بكميات كبيرة. بعض الناس بتعمل ده. بننسى ان احنا نتحرك ونلعب رياضة، بتبقى فترة راحة. حتى لو احنا دلوقتي ما بننزلش الشغل كتير، لكن في ناس بتنزل لا دلوقتي هيقعدوا في البيت فترة، فهيكسلوا شوية يسهروا فترات دي فترة عيد. وأحيان كتيرة بينتهي الأمر بوعكة صحية ممكن تؤدي لا قدر الله لدخول المستشفى، وفعلا بيبقى فيها أزمات كتيرة بتوصل لمرحلة إن احنا بنروح الطوارئ بسبب وعكة صحية مفاجئة في فترة العيد، وفي الغالب بتبقى نزلات مع. لذلك يجب التدرج في تغيير عادات الطعام والنوم والحركة اللي بيفرضها الصيام علينا، علشان السحور أو التراويح أو العبادات اللي كنا بنقوم بيها في فترة أو في شهر رمضان الكريم. ونرجع لحياتنا السابقة بس بشكل صحي. وكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العظيم. لأن الجهاز الهضمي لسه ما خدش أو ما عندوش القدرة إن هو يهضم كميات الطعام الكبيرة اللي احنا هندخلها له بالشكل ده، وده مش صحي وغلط تماما. وكمان علشان لا نصاب بالتخمة أو الحموضة أو الانتفاخ أو أوجاع البطن أو الإسهال، وده للأسف بيحصل في فترة العيد. والنوم نظبطه مرة تانية. ايه هي النصايح اللي احنا هنبتدي نعملها علشان نتجنب المشاكل اللي انا كنت بتكلم فيها؟ اول حاجة تناول وجبات صغيرة متعددة بدلا من الوجبات الكبيرة الدسمة. يفصل بين كل وجبة والتانية من 3 ل 4 ساعات. وجبات كتيرة حوالي 5 وجبات في اليوم، يفصل بينها حوالي 3 ساعات. كمان أمضغ الأكل كويس جدا، أخد وقتي في مضغ الأكل ده. أولا هيهضم الأكل كويس، هيمنع إن يكون فيه مشاكل في الجهاز الهضمي في الهضم للطعام زي الإمساك أو الانتفاخ أو